السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي يا حبايبي واذكروا الله، ألا بذكر لا تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ايه رأيكم في الجمال ده؟ ما شاء الله، شوية زبادي يا بنات، اللهم بارك، حاجة كده سكرة. بصوا أنا قلب الكوبايات عاملة ازاي، ما شاء الله كريمي خالص، والله كأنكم بتاكلوا قشطة. حاجة كده بسم الله ما شاء الله من الآخر. كيلو ونص حليب، بصوا عمل لي طواجن وعمل لي كوبايات زي الفل، وحاجة نضيفة في قلب البيت، وحاجة كده اللهم بارك. جربوه يا بنات، هيعجبكم جدا. معلش بقى اتأخرت عليكم، منزلتش فيديوهات بقالي كتير، علشان انتوا عارفين الشهر الكريم، كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، ويجعل شهر رمضان مفترج علينا وعلى الأمة الإسلامية. يلا نبدأ بسم الله ونصلي على الرسول، ونبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف حوالينا الزبادي دوت ازاي. أنا معايا كده اللهم بارك، كده معايا كيلو ونص لبن، زي ما انتم شايفين كده كانوا موجودين عندي. طبعا انا حاطه زبادي، دي الخميره. طبعا بعد كده مش هشتري زبادي من بره، عشان هخلي كوبايه من اللي انا عاملاهم دول تبقى الخميره بتاعتي بدل ما اشتريهم. اللبن يا بنات طبعا ابقى غلياه ويدفى معايا خالص، ولما يدفى كده ماشي ابدا انزل عليه بالكوبايتين الزبادي اللي معايا دول. كنت تخيلوا كوبايه الزبادي 205 جنيه، يعني تخيلوا لو كل اسره فيها مكونه من 5 انفار، واكيد في زياده، هنسحروا ويجيبوا حاجات بقد ايه. طب ما انا اجيب كيلو زبادي واعمله في قلب البيت ويبقى كتير وانضف واحلى. حتى والله لو طلع 5 كوبايات يا بنات، بس كوبايات كبيره اللهم بارك، يعني تملى العين وحلوه كده. انا كده هنزل بقى بعد ما نزلت كده بالزبادي بتاعي الخميره في قلب اللبن، وربيتها قوي 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 قوي، انزل بقى كده بيها في الخلاط زي ما انتم شايفين كده، اضربها كويس قوي عشان أنا عايزه الزبادي يدوب في قلب اللبن، ما يبقاش فيه اي تكتلات خالص نهائي. دي الصينيه بتاعتي بقى اهو، اللهم بارك كده، ودي الكوبايات اي احجام عندك بقى يا بنات. بصوا الكوبايه ما شاء الله مش صغيره والله يا بنات. طب دي ولا الكوبايه اللي كانت في ايدي اللي انا بحطها خميره، الهون احسن. حتى لو كيلو بس ما شاء الله بيعمل معايا كميه حلوه. حطيتوا بقى اللايك ولا لسه؟ ما تنسوش تشتركي في القناه عشان يوصل لكل جديد من قناتي يوميا انا وبناتي مطبخ ام محمد. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، صلوا على النبي كده واذكروا الله. كده انا حطيت الجزء التاني اهوت في قلب الخلاط وضربته، بس ما شاء الله كان معايا كميه. طبعا نقلتها في صينيه كبيره قوي ووسعت على نفسي زي ما انتم شايفين كده. انا عامله طواجن وعامله كوبايات كبيره كوبايات صغيره، بجد حقيقي مظبطه المسائل وعامله كل الاحجام. بصوا ما شاء الله ده كيلو ونص لبن يا بنات، اللهم بارك. حاجه كده يا بنات سكر، والله يا بنات كريمي جدا، كانكم بتاكلوا قشطه من الزبادي، انضف من بره واطعم بكتير. طبعا انا هحافظ على كوبايه اسيبها في التلاجة عندي لحد لما ابقى اعمله تاني وما اشتريش. دي الخميره بتاعتي. كده انا رصيته في الصينيه زي الفل، وكده نزلت بقى بالكاتل ميه سخنه زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا مولعه الفرن يا بنات فتره كبيره، بقالي نص ساعه مولعه الفرن عشان تبقى يعني السخونيه بتاعته جامده، فلازم اسيبه وقت كبير قوي شغال. وطبعا بعمل حاجتي كلها واجهز. بصوا انا كده حطيت الميه بتاعتي اهي في الكاتل ميه سخنه. بصوا كل حاجه بجد بالراحه كده وجميل، لا محتاج مكنه ولا محتاج الكوبايات بتاعته ولا اي حاجه. حاجه جميله واوفر بكتير وانضف. كده انزل بقى عليها كده بالورق الحراري بتاعي اهوت، زي ما انتوا شايفين كده، اغطيها كلها داير ما يدور، اكتم السخونيه فيها كمان زي ما انتوا شايفين كده اهو. لازم اكلفتها كويس قوي على قد ما اقدر. وادي الورقه التانية، بصوا انا غطيت الصينيه عامله ازاي اهو. مش عايزه حاجه فيها يا بنات تبقى باينه خالص نهائي. وحاطه بقى عليها فوطه زي ما انتوا شايفين كده، وابدا بقى ادخلها الفرن. انا قفلت الفرن اهوت بقى ودخلتها. باتت ليله يا بنات، يعني لا باتت ليله، او عملتها من الصبح لحد ميعاد السحور بتاعي. بصوا كده انا طلعتها اهو. بصوا الجمال يا بنات، حاجة كده اللهم بارك. ايه رأيكم في الجمال ده؟ وشها ما شاء الله قشطة. حاجة كده جميلة والله يا بنات، جربوه. خفيفة اهوت وحاجة جميلة جدا ويعجبكم جدا، وأوفر من بره بكتير جدا. زي ما أنا معوداكم بحب أعمل حاجات اقتصادية معاكم، حاجات موفرة عشان تساعد في الظروف دهيت. كل سنة وانتم طيبين. انتظروني بقى في فيديوهات جديدة من مطبخ قناتي أنا وبنات مطبخ أم محمد. لايك وشير عشان يوصل لكل جديد من قناتي. بصوا بقى الجمال اهو. ايه رأيكم يا بنات؟ بصوا حاجة كده اللهم بارك. ما تنسوش بقى تحطوا لي اللايك ودعوة حلوة من قلبكم لأم محمد. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي، ويعود علينا يا رب الأيام بخير.
ايه رأيكم بقى في الجمال ده اهو؟ يلا بقى قوموا جربوا الحاجات دي وما تشتروش حاجة من بره. حاجة كده بصوا، لا مية نازلة ولا، بسم الله ما شاء الله، وماسك وعامل ازاي. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم في الجمال ده بجد؟ ما يستحقش دعوة حلوة ولايك بقى. بصوا عاملة كل الأحجام ما شاء الله في الكوبايات اهوت. ما شاء الله حاجة كده، اللهم بارك. ما تنسوش بقى تحطوا لي اللايك وتدعوا لي دعوة حلوة من قلبكم. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. رمضان كريم علينا وعليكم. أسيبكم في حفظ الرحمن. سلام.